بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل النهاردة كده وصفة سهلة وبسيطة، بطاطا حلوة في الفرن. كده أنا جبت البطاطا هنا وقشرتها، نزلت عليها بربع كوباية سكر ونص كوباية مية. هبدأ بقى أرفعها على النار وأسلقها وأحط بقى كمية البطاطا مع بعض لغاية لما تستوي خالص معايا. طبعا مكترلهاش مية يا بنات. كده أنا سلقتها معايا بالشكل ده، كده هرستها خالص. هابدأ بقى أهرسها جدًا خالص عشان ما يبقاش فيها أي تكتلات. هابدأ بقى بمقلعة قرفة ومقلعة فانيليا، طبعًا دي فانيليا بودر، ومقلعة قرفة، طبعًا باحبها بالقرفة، طبعًا ما تحبي برضه أنتِ عايزة قرفة أو لأ. حطيت كده مقلعة سمنة، طبعًا عشان هي سخنة السمنة دي هتسيح خالص، هتسيح معاها وأبدأ أقلبها. طبعًا أنا شُفتها لقيتها عايزة سكر، هابدأ أحط لها سكر كمان عشان يبقى طعمها حلو. أنا عاملاها وصفة سهلة وبسيطة كده يا بنات، بتتعمل بالفرن بسرعة. طبعًا بقى لو عايزة تحطّي لبن ونشا، بس أنا شايفة إن سُمكها حلو معايا، مش محتاجة إن أنا أربط فيها أكتر من كده. هابدأ بقى أنزل بكوباية سكر تانية عليها، أضبّط السكر بالشكل ده كده وأقلّبها وأهرسها خالص. يا ريت يا بنات تفعّلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على كلمة الكل علشان كل أمّا أنزّل فيديو ييجي لكم إشعار بيه. هابدأ كده أقلّبها مع بعض زي ما قُلت لكم السمنة دي هتسيح لإن البطاطا معايا لسه سخنة. شوف قوامها بقى حلو إزاي يا بنات بعد ما استوت ولونها جميل كده. أنا هرستها خالص. طبعًا السكر هيدوب عشان هي سخنة والسمنة ساحت، كل حاجة بقت تمام. طبعًا بقى لو عايزة تحطّي زبيب أو لوز هند تحطّي، طبعًا ما كانش متوفّر عندي، فحبيت أعملها لكم كده هي تكون وصفة سهلة وبسيطة من غير أي إمكانيات. كل الإمكانيات طبعًا موجودة في البيت. كده أنا حطيتها في الصينية وسويتها. يا ريت تعملوا لي لايك بقى يا بنات وتشجعوني. كده أنا حطيت معلقة سمنة بلدي على الوش عشان تتحمّر، طبعًا أنا باحب السمنة بلدي زي ما قُلت لكم قبل كده. سويتها بقى بالشكل ده كده وضبّطت الصينية خالص. هابدأ بقى أحطها في الفرن تحت الشواية تتحمّر، طبعًا أخلّي بالي منها عشان ما تتحرقش منّي. طبعًا ما خدتش وقت معايا يا بنات لإني كنت حاطة لها سمنة، اتحمّرت معايا بسرعة، وده كان شكلها كده أول ما طلعت. هابدأ بقى أطلّعها لكم كده في طبق، أطلّع لكم قطع في طبق وتشوفوها قد إيه كانت جميلة ومتماسكة وحلوة. بس طبعًا أنتم ممكن تسيبوها تبرد خالص، ده طبعًا بعد ما طلعت من الفرن ب10 دقايق، بقت بالشكل ده كده يا بنات، جميلة ومتماسكة وحلوة. مش عايزة أقول لكم إن الوش ده كان مكرمل وكان طعمه جميل وكانت تحفة جدًا يا بنات. اعملوا جرّبوا الوصفة دي يا بنات ويا ريت تعجبكم، ويا ريت تعملوا لها لايك كده وتشجعوني. وجميلة جدًا يا بنات والله، وكان طعمها تحفة، كان الوش مكرمل وكان روعة. يا ريت تعجبكم يا بنات، ويا ريت تجرّبوا الوصفة دي وتقولوا رأيكم فيها. تشجعوني بقى بلايكات، لايكات، لايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.